مارفل سبايدر مان واحدة من أعظم الألعاب اللي نزلت سنة 2018، وتعتبر السنة دي من أعظم السنين لعالم الألعاب، اللي بالمناسبة أنا شريت اللعبة دي وأقدر أسجلها دلوقتي. المهم اللعبة دي واخدة تقييمات عالية جدا على جميع مواقع الألعاب، اللي بالمناسبة برضه ما خدتش جايزة لعبة السنة. وأيوه أنا عارف يا صاحبي إن ليها نسخة جيم أوف ذا إديشن، بس في الحقيقة ما خدتهاش لأنها ما كسبتش في حدث الجيم ريوردز. بس على الأقل دي أكتر لعبة مبيعا على بلايستيشن 4 بعد أكتر من 20 مليون نسخة. المهم احنا مش جايين نتكلم عن قد ايه اللعبه دي ناجحه وممتازه، لان الكلام هيطول جدا. احنا جايين نتكلم عن سر تغيير الوش في اللعبه دي. اول لما اللعبه دي نزل على بلاي ستيشن 4، شركه انسومنياك قررت تخلي وش جون بومنياك يبقى هو وش بيتر باركر مش صوته. في ناس كتير حبت شكله، حتى انا حبيت شكله، لان من وجهه نظري انا شايفه لايق على شخصيه بيتر باركر، حتى شكله وسيم يا جدع. لكن خلف الكواليس وهما بيعملوا اللعبه كان موضوع متعب جدا. ده اللي يوري لوينثال كان برضه هو بيعمل الفيس كابشر، بس زي ما انت ملاحظ الوشين متلخبطين على بعض وعمال شكلهم مختلفين جدا عن بعض، فكانت عمليه دمج الوشين على الشركه كان صعب جدا جدا بشكل لا يوصف. بس اول ما نزلت لعبه سبايدر مان مايلز موراليس، في ناس كتير لاحظت ان وش بيتر باركر اتغير، وده لان شركه انسومنياك قررت تتخلى عن جون بومنياك وخلت بن جوردن وهو اللي يبقى وش بيتر باركر. في ناس استغربت جدا لان في ناس فكرت ان انسومنياك عايزه تخلي الشكل كانه زي توم هولاند، بس ده ما كانش المقصود. المقصود من كل ده ان عمليه دمج الوشين تبقى اسهل على الشركه. بصراحه مع احترامي لبن جوردن، بس جون بومنياك شكله احسن بكتير على بيتر باركر، وده رايي بصراحه. قول لي انت بتفضل انهي واحد فيهم؟ صلي على النبي واشترك في القناه واعمل لايك للفيديو ده.